السلام عليكم، يسعد أوقاتكم يا رب، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. اليوم جبت لكم وصفة السمك المشوي. طبعا أنا هون استخدمت السمك الدنيس. طبخة كتير زاكية وكتير سهلة وسريعة، وبتحسوها يعني ما بتغلب بالطبخ أبدا. لحتى تشوفوا الوصفة تابعوني لآخر الفيديو. هلأ أنا هون جبت 7 سمكات، حجم وسط من نوع دينيس. طبعا أنا جبته منظف ومقشر لأنه بصراحة غلبة، فهيك أحسن أريح. بس أنا برجع بغسله وبنقعه بليمون من قبل بيوم لحتى أتأكد 100% إنه ما في زنخة. إذا أنتو ما جبتوه منظف بتقدروا تقشروه وتقطعوا الزعانف اللي بتكون موجودة وتشيلوا الحشوة من جوا وتفركوه بملح وتنقعوه بليمون، تركوه لتاني يوم، وبالآخر بتغسلوه كتير 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 منيح. هلأ هون بدنا نحضر للخلطة اللي هي بدنا ننقع فيها السمك. طبعا كل طعم السمك رح يكون من هاي الخلطة، فعشان هيك ركزوا كتير منيح بالأشياء. يعني هون رح تطلع نكهة السمك. هلأ أنا هون بحط ضمة بقدونس، بتقدروا تحطوا نص ضمة بقدونس نص كزبرة، بس أنا ما بحب الكزبرة كتير يعني، فلهيك بستخدم بقدونس. اصلا في الوصفة كمان يعني هون رح نستخدم بهارات الكزبرة الناشفة، لهيك انا ما حبيت احط الكزبرة الخضراء. حطيت بصلة، وبحط مغلف من مية البندورة او صلصة البندورة عليه، مغلف كامل صغير تقريبا بيجوا 3 معالق كبار. وبحط حبتين بندورة بقطعهم، وبحط كمان ربع كاسة من الزيت النباتي. بتقدروا تستخدموا زيت الزيتون مثلا إذا حابين تطلعوا الطبخة صحية 100%، ما في مشكلة، ما بتغير الطعم أبدا. وبنحط برضو معلقة من الخل. طبعا أنا هون كان المفروض أحط الليمون اللي عصرته، ولكن نسيته، حطيته بآخر الفيديو. هون البهارات حطيت كزبرة وبابريكا وكمون وبهارات السمك وملح وفلفل أسود. طبعا كل المقادير رح أحط لكم إياها بالكابشن. وهون حطيت تومة، طبعا تقدروا تحطوا العدد اللي بدكم إياه. أنا حطيت 6 أسنان صغار لأنه أنا بحب التومة، أصلا السمك كتير بيلبق له. هلأ بنخلط الخلطة كتير منيح. الخلطة ما تخلوها مي وسائلة، لازم يكون فيها شوية قطع لحتى هيك يظهر طعمها ويضل ظاهر. هون بنوزع الخليط كتير منيح، بنحطه كلياته، بنفرك السمكة كتير منيح فيها، وبنحط من جوا برضه لحتى تتنكه السمكة. هلأ في هون حركة بصراحة أنا نسيت أعملها لأنه كانت طبخة جمعة. بتعرفوا كيف الجمعة بتكون يوم عجقة ولازم نخلص قبل ما يأذن الظهر، او بعد صلاة الظهر لازم يكون الاكل جاهز. فصراحة نسيت على هاي الحركة، اللي هي تجيبي سكين وتشقحي السمكة هيك 3 شقحات عن الوجهين لحتى تتغلغل الصلصة او الخلطة جوا السمكة. تمام. ولكن انا نسيت هاي الحركة، فبفضل تعملوها لحتى تتنكه وتتشبع بالنكهة. زي ما حكيت لكم من نحط الخلطة بجميع الاماكن. وهذا الليمون اللي انا نسيت احطه. طبعا بدي احكي لكم شغلة، انه انا ما حطيت غير ليمونتين تقريبا بالاخر، لانه انا اصلا ناقعة السمك بالليمون. يعني حطيت تقريبا 5 ليمونات عليهم من الليل، بما انه انا اصلا جايبيته نظيف، وخليتهم ينقعوا بالليمون لمدة ليلة كاملة. هلا بنجيب القصدير. طبعا انا حطيت بالقاع ورق زبدة. هلا شوفوا، صراحة الورق الزبدة اللي انا كنت مستخدميته ما كان كويس. ضروري انه تستخدموا ورق زبدة منيح لحتى ما تلزق السمكة من تحت، او بتحطوا قصدير. انا حطيت ورق زبدة من تحت وحطيت قصدير من فوق. ما بضيف لها ولا يعني اي نقطة مي، بخليها تتسبك على الصلصة اللي انا حطيتها فيها. وبنحطها تقريبا نص ساعة بالفرن. يعني هلأ هو السمك إذا ما حطيتي معاه خضار عادي بيستوي بسرعة، أما إذا حطيتي معاه خضار فهون بيكون لازم تستني وقت الخضار تستوي. وبنحطه بالفرن لمدة نص ساعة زي ما حكيت لكم، وبنحمره بالآخر. هلا هون عبال ما يستوي بالفرن بدنا نيجي نحضر. احنا بنحكي لها البقدونسية. بنحط ليمون. انا حطيت تقريبا هون حبتين، وحطيت طحنية على النظر. طبعا تقدروا تتحكموا فيها. هون طبعا حطيت عليها مي، لازم نخففها بمي طبعا. وبنحركها كتير كتير منيح لحتى تذوب كل الطحنية مع المي. يعني ما بزبط نحط طحنية وليمون بس، لأنه بتطلع كتير تقيلة. شفتوا كيف كانت؟
وبعد ما تروح كل التكتلات بنضيف البقدونس. طبعا أنا ضفت البقدونس ما فرمته ناعم كتير لحتى أنا بحب أحس بطعم البقدونس. وبنضيف ملح حسب الرغبة زي ما انتوا حابين، بتضيفوا ليمون، بتضيفوا ملح، كل هاي بترجع لرغباتكم. بنخلط المكونات كتير منيح، وإذا حسينا إنه الخليط شوي جامد بنخففه بكمان شوية مي، أو إذا حسيته كتير سائل بتزيدوا عليه شوية طحينية. هون كان أنا عندي شوية جامد فخففته بشوية مي. طبعا هون بهاي المرحلة بتقدروا تذوقوا الطعم، إذا بحاجة ليمون بتقدروا تضيفوا، بحاجة مي، بحاجة طحينية، فأنتوا بتعملوا المناسب حسب ذوقكم. طبعا هاي الشغلة أو هاي الصلصة ضروري تعملوها جنب السمك لأنها كتير طيبة وكتير بتشهي. وبنحطها بالتلاجة لحتى يجهز السمك. وهون خلص السمك. طبعا هو مو مبين كتير بالتصوير بس أنا محمرة وجهه كتير منيح، وكان لونه كتير كتير حلو، وريحته بتشهي، ريحة التومة وريحة البندورة. يعني كان بصراحة أكلة فاخرة جدا جدا جدا. ومثل ما انتو شايفين حطيت معاه بطاطا مقلية وكاتشب، وزينته بالليمون. وإذا بتشوفوا الصحون اللي فيها صلصة حمراء، هاي الصلصة اللي طلعت من السمك بعد ما انطبخ، حطيتها وطلع طعمها كتير بشهي، بتقدروا تغمسوا السمك فيه لما تاكلوا. يعني بصراحة وصفة كتير بتشهي، لازم تجربوها ما رح تندموا أبدا. شوفوا المنظر، شوفوا الفخامة، يعني عن جد وصفة تتقدم لملوك. إذا جربتوا الوصفة يا ريت تخبروني رأيكم بالكومنتات، ويعطيكم ألف عافية. وإذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تدعموني بلايك للفيديو وكومنت وشير وسبسكرايب للقناة، ويعطيكم ألف عافية وصحتين وهنا.